سلام حبيباتي، إن شاء الله فيديو اليوم يلقاكم على حب صحة جيدة. اليوم جبت لكم ديسير من أروع ما يكون، يجي بزاف بنين. وصراحة هاد الفيديو درتو باش نشارك معاكم وصفة هذه العجينة العجيبة بمكون سري اللي راح نعتبره محسن للعجينة. بدون إطالة راح نبدا مباشرة في طريقة التحضير. بعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. بسم الله على بركة الله. خديت ربع كوب من الماء، أنا باش نعطيكم مقادير مضبوطة. ضفت عليه ربع كوب من لافارين، دونك كمية الماء وكمية لافارين لازم تكون كيف كيف. حطيتهم على نار هادية وقعدت نخلط فيهم حتى تحصلت على هادي شبه العجينة. هذا هو المحسن، يعني محسن ديال الخبز أو محسن ديال العجينة، راح يعطيكم نتيجة ولا أروع. درت من جهة أخرى درت كوب من الحليب الدافئ، ضفت عليه ملعقة من السكر، ضفت عليه ملعقة من خميرة الخبز، حوالي نصف كيس من خميرة الحلوى، وضفت عليها بياض بيضة وتعني هداك المحسن اللي خدمناه مع بعض. من بعد درت لافارين، هنا خلطت كلش مع بعض. دونك لافارين درت 2 أكواب في البداية، من بعد لقيت بلي مازال خاصها العجين، دونك ضفت لها كوب واحد اخر حتى تحصلت على هذا القوام تقعد تتلصق بزاف في اليد. ضفت لها حوالي 40 غرام من الزبدة، هنا تقدروا ديروها بحرارة المطبخ سينو تذوبوها كيما درت انا. من بعد عجنتهم مليح، وشوفوا العجينة تحصلت عليها كيما قلت لكم تكون تتلصق في اليد، ضروري جدا باش تجي معكم ناجحة. لميتها وحطيتها تخمر، نتوما من الأحسن تخلوها تخمر لساعة كاملة، أنا درتها برك نص ساعة. وشوفوا النتيجة اللي تحصلت عليها، شوفوا كيفاش تجي، شوفوا هادوك الفقاعات كيفاش يخرجوا، وهادوك الفقاعات دلالة على أنه العجينة ديالكم ناجحة 100%. هنا كيما راكم تشوفوا ديغازيتها، من بعد نحيت كمية من العجين باش نوريلكم وصفة بهذه العجينة. دونك خيرت ندير معكم هذاك البريوش فوالا، ولا ديزا ولا سموه كيما حبيتو. دونك خديت كمية قطعتها لقطع متساوية الحجم، من بعد شكلتهم حلى باش صار كيما راكم تشوفوا باش نضفرهم. انا جسبر طريقة التطفير تكون واضحة في الفيديو. شوفوا النتيجة اللي تحصلت عليها تفيرة. دونك هنا من الأحسن زيدوا ديروا لها قاعدة من العجين باش ابخي كي ديروا الكريمة راح تشد روحها، وتلصقوهم صافا البيض اللي راح نمسح بيهم لهذا البريوش ديالي. فوالا انا خليتهم هكذا باسكو قدمتهم، قطعت هذاك البابيو كويسون وقدمت كل وحده في البابيو كويسون ديالها هو اللي يشكل لي القاعده. سينو نتوما من الأحسن ديروا لها قاعدة بالعجينة. من بعد عمرتها بكريم باتيسير وزدت لها معجون فراولة وحبيبات ديال الرمان اللي راح يعطيكم هذيك القرمشة ويطلب لنا تانيت لهذا البريوش وشكل مختلف. خليتها تخمر المرة الأولى، من بعد خرجتها مسحتها بصفر بيضة اللي كنت نكهته بلافاني، وعدت خليتها خمرت المرة الثانية، دخلتها الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة، شعلت عليها من فوق حتى حصلت على هذا اللون الذهبي. شوفوا حبيباتي العجينة شوفوا العجينة وشوفوا هذا البريوش اللي تحصلنا عليه من أروع ما يكون. صدقوني حبيباتي شوفوا كيفاش تجي متقبة، تجي مهوية، تجي خفيفة، حتى البنة نتاعها رائعة، تناسب جميع أنواع المملحات والتحليات اللي تحقوا العجينة، البريوش، كرواسون، وش حبيتو ديروه بهذه العجينة. جسبر حبيباتي تكون عجبتكم وصفة اليوم، ما تنسوش جربوها وتشاركوني آراءكم في التعليقات، وتشاركوها مع كل حبايباتكم باش يستفادوا من هذه الوصفة. شكرا لحسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه.